فهاد امطار الخير اللي عرفتها بلادنا مؤخرا، المغرب قدر يخرج من 7 سنوات متتاليه من الجفاف. هادشي اللي اكدته لنا وزاره التجهيز والماء واللي عطاتنا ارقام جد جيده. في الاعوام الاخيره المغرب داز من ازمه جفاف حاده بسبب قله التساقطات، وبزاف ديال المناطق كانت كتعيش خصاص كبير من الماء. وامام هذا الوضع الدوله لجأت لسياسات مائيه مهمه، وعلى راسها سياسه السدود. سد شهيد احمد الحنصالي هو سد كبير كيتواجد في مدينه زاويه الشيخ اقليم بني ملال في حوض ام الربيع، بسعه تخزين كتجاوز 668 مليون متر مكعب. وخلال فترات الجفاف انخفضت نسبه الملء الى مستويات حرجه ووصلت ل 4.6% اواخر سنه 2025. التساقطات اللي عرفها المغرب مؤخرا مكنت من ملء جل السدود تقريبا، وسد الحنصالي استفد من هذه التساقطات. وصلت نسبه الملء الى 88%، ومخزون مائي كيلامس 600 مليون متر مكعب. لكن رغم هذا التحسن مازال بعض السدود كتعاني، وهنا كنذكر بطريق السيار ديال الماء اللي تبناه المغرب باش يواجه به ازمه الجفاف في العديد من المدن المغربيه. هذا الطريق السيار كيمكن من تحويل فائض المياه من الشمال الى المناطق اللي كتعاني الخصاص، وهذا المشروع غيتم العمل به من خلال ربط كل من احواض لوكوس، سابو، ابي رقراق وام الربيع.